اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي كيجرح بزاف وكيخلي البنت تحس بحال الا الارض تهزات تحت من رجليها، هو الخيانه والصدمه العاطفيه. الخيانه ماشي غير واحد الشخص خانك وخلاص، الخيانه كتجرح الثقه، كتجرح الامان، وكتخلي البنت كتشك في راسها وكتشك في الناس اللي دايرين بها. كاينين بنات اللي ملي كيتعرضوا للخيانه كيبقاو بزاف ديال الشهوره وتقدر تبقى كاع يعني سنين وهما كيتعذبوا، ماشي حيت ما قدروش ينساو داك الشخص، ولكن ما قدروش يتفهموا ولا يفهموا كيفاش داك الشخص اللي تاقوا فيه يعني وكانوا مخلصين ليه قدر يجرحهم بهذه الطريقه. اول حاجه خصك تعرفيها باللي هاد الالم اللي كتحسي به دابا راه شيء طبيعي. الا كنتي كتبكي ولا معصبه ولا مصدومه ولا ما قادراش حتى تنعسي ما كتاكليش، هادشي كامل طبيعي. ما تحاوليش تباني قويه من اول نهار، حيت الجرح ديما كتخصو الوقت باش يبرد. ثاني حاجه، ما تحاوليش تلومي راسك على حساب ولا على الغلط اللي واحد الشخص اخر دارو. يعني ملي كتعرضي للخيانه ما تلوميش راسك، لان ماشي نتيا المذنبه، انت ما درتي والو. ما غاديش تدفعي الثمن جوج ديال المرات، ثمن الخيانه والثمن ديال انك كتجلدي راسك وكيحساب لك راسك باللي انت هي يعني انت اللي درتي هذاك المشكل، انت اللي دفعتي داك الشخص انه يخونك. بزاف ديال البنات ملي كيتعرضوا لموقف الخيانه كيبداو يطرحوا على نفسهم بزاف ديال التساؤلات، واللي من بينها واش ما كنتش كنتعامل معاه مزيان، داكشي علاش خانني، لا وقيله انا ما عنديش واحد النسبه كبيره ديال الجمال اللي غتخلي الشخص يبقى وفي ليا ويبقى معايا. المهم كيبداو يلوموا راسهم على الصغيره وعلى الكبيره، بحال كيلقاو اعذار لهداك الشخص الخائن. لكن الحقيقه هي ان الخائن ما كيتسناكش تعطيه نتيا فرصه، ولا ما كيتسناش يكونوا اسباب باش يقوم بالخيانه ديالو. الخائن ما عندوش اسباب وما عندوش مبررات، اللي خائن كيبقى خائن. واخا تكوني ملكه جمال، واخا تكوني ديسپونيبل ديما يعني في العلاقه، اي وقت محتاج يهضر كيلقاك، اي حاجه قالها ما كتعارضيش عليها، اي بلاصه بغى يمشي ليها ما كتقوليش لا. يعني كما كنقولوا واخا تكوني كديري ليه الخطر من جميع النواحي، نهار كتوقف عليه الخيانه ولا نهار كيوقف عليه داك الفيس ديال الخيانه، حتى حاجه من هادشي اللي قلنا دابا ما غتمنعو. ثالث حاجه اللي خصك تحبسي ما تبقايش ديريها وهي المراقبه. ما تراقبيش، راه ملي كتدخلي للبروفيل ديالو وكل مره كتشوفي التصاور ديالو اللي كيحط سواء في الفيسبوك ولا في الواتساب اي تطبيق، فراه كتبداي تحلي الجرح من جديد. يعني داك الجرح اللي سببوا لك ما كتخليهش يبرى، في كل مره كتشوفي الصوره ديالو كتذكري الفيلم كامل. داكشي علاش الجرح كيبقى عندك ديما طري وعمره ما غيتجمع. راه كيف ما كنغطيو الجرح الجسدي، مثلا عندي جرحه هنايا كيما كندير ليها الدواء وكندير لها لصقه طبيه باش غتجمع ليا وما يتجمعوش عليها الجراثيم يعني وتبرا وما تخليش يعني واحد الطبعه، هكاك الجرح النفسي حتى هو خاصنا يعني نحاولوا نداويوه ونغطيوه ندفنوه. لان الا بقيت كل مره كنهبش فاكيد خاصك الزوينه تعرفي باللي الا واحد الشخص خانك هذا ما كيعنيش انك ما تستاهليش الحب. الا واحد الشخص ما عرفش بالقيمه ديالك هذا ما كيعنيش انك عديمه القيمه، انت عندك القيمه ديالك، هو اللي ما عرفش ليها، ولا ربما النيفو ديالك عالي على النيفو ديالو. هكا خاصنا نشوفوا الامور. القيمه ديالك كتخدمي عليها نتيا، وانتي اللي كتكتسبيها وكتعطيها لراسك. ما تسناي حتى واحد يدير لك القيمه ولا يقيمك. كما كنقولوا بزاف ديال الناس كينطبق عليهم المثل اللي كنقولوا يعني ما يمكن ليناش نقنعوا الدبانه باللي العسل اعزكم الله احسن من الزبل. المهم بحال هكا ما قديتش نقولها نيشان، كنتمنى تكونوا فهمتوني. لان شحال من واحد كيلقى واحد الشخص اللي مزيان معاه ويعني فيه كاع المواصفات اللي غتكون واحد العلاقه زوينه، واحد العلاقه صحيه، ولكن هو ديما كيهرب حاشاكم للزبل. هكا خصنا نشوفوا الامور. ملي كتكوني عارفه راسك باللي ما فيك حتى شي حاجه اللي كتستدعي الخيانه، ما تجلديش راسك وما تبدايش تقصحي على راسك.
قولي مع راسك باللي ما يمكنليش نشد واحد الدبانه نجبدها من الزبل حاشاكم ونخشيها في العسل. خامس حاجه واللي هي حاولي تحتضني نفسك من جديد. حاولي تعنقي راسك وتسامحي مع راسك من جديد وتقولي له راسي سمحت فيك مده هادي وما بقيتش كنسول فيك وما بقيتش عارفاك شنو بغيتي. حاولي ترجعي للهوايات اللي كانوا عندك من قبل والاحلام اللي كنتي كطمحي ليها من قبل. حاولي ترجعي ليها، يعني تسعي باش تحققيها. حاولي تفكري شنو هما الحوايج اللي كانوا كيفرحوك ملي كديريهم ورجعي ديريهم، حيت 95% ديال الالم اللي كنحسو به ملي كنكونوا في علاقه وكنتعرضوا للخيانه السبب الرئيسي وهو الفراغ. حيت ملي كيتعرفوا اولا ملي كتعرف البنت على واحد الشخص مثلا كتلغي الاولويات ديالها والاهداف ديالها وحياتها والطموحات ديالها، كتبقى ملاهيه غير فيه هو وفي العلاقه اللي بيناتهم. داكشي علاش ملي ديك العلاقه كتفرتك وما كتبقاش، اول حاجه كتحس بها البنت هي الفراغ. وهذا الفراغ هو اللي كيخليها تخمم فيه بزاف وكيخليها تفكر اللحظات مثلا اللي دوزو مع بعضياتهم وكيخليها تفكر الوقت اللي حصلات فيه ديك الخيانه والالم اللي حسات به، وكتبقى غير في وسط هاد الدوامه هادي وما كتلقاش لراسها مخرج. حاربي الفراغ، حاولي ديري الرياضه، حاولي تقراي كتوبه، حاولي تعلمي شي حاجه جديده اللي تعود عليك بالنفع، وخدمي على الاهداف ديالك حيت هما اللي غيدوموا لك وهما اللي غينفعوك. سادس حاجه واللي هي السماح. خاصك تسامحي باش ترتاحي، ماشي باش ترجعي لهداك الشخص. السماح ما كيعنيش قبول الاهانه ولا السماح هو النسيان، لا، كاين السماح بوحده والنسيان بوحده. السماح هو انك ما تبقايش حابسه داك الغضب في القلب ديالك وداك الالم اللي كيمرضوك في حياتك. ملي كتسامحي كترتاحي نفسيا، وماشي باش تعطي فرصه جديده للشخص اللي ما كيستحقهاش. سابع واهم حاجه، ما تحاوليش تبراي دغيا بواحد الطرق اللي ما هماش واللي من بينهم كتهربي من باش غتهربي من واحد الالم اللي خلاتو لك واحد العلاقه اللي تلات بخيانه. كتعاودي يعني في نفس الوقت كطيحي في علاقه اخرى باش تنسي داك الالم اللي عندك من العلاقه القديمه. هذا اكبر خطا كيديروه بزاف ديال البنات. ودي الوقت ديالك الكافي في المرحله ديال الشفاء. حاولي تعرفي على راسك من جديد، حاولي تحضني النفس ديالك وتطلبي منها السماحه على الوقت وعلى الجهد اللي عطيتيه لواحد الانسان ما كانش كيستحق. الاخير غنبغي نقول لاي بنت كتشوف الفيديو ديالي، الا تعرضتي للخيانه راه نهايه العلاقه ماشي نهايه الحياه. هذيك مجرد نهايه علاقه، ما عندها حتى شي علاقه يعني بالحياه ديالك. الحياه كتستمر بحلوها وبمرها، فقط نهايه العلاقه. يمكن اليوم كيبان لك كلشي مظلم، ولكن غيجي واحد النهار اللي غتشوفي فيه وغتفهمي باللي داكشي كامل كان غير درس وماشي نهايه، وغترجعي تضحكي من جديد وغتفرحي من جديد وغتعاودي تحلمي وتبغي تحققي الاحلام ديالك وغترجعي تثقي في راسك اكثر من الاول. وصلتي حتى لهنا قولي لي واش عمرك تعرضتي لخيانه او صدمه عاطفيه، وشنو هو اهم درس تعلمتي منها؟ وصلنا لنهايه الفيديو وما عليا الا نقول لكم نتلاقاو في موضوع جديد بحول الله. خليت لكم الراحه.